في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 36 سنة بتهمة حيازة ونقل وتخزين مؤثرات عقلية لغرض الاتجار بها ضمن جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة. تعود حيثية القضية إلى عملية مشتركة بين عناصر الدرك الوطني والفرقة المتعددة المهام للجمارك أثناء القيام بحاجز أمني. تم توقيف مركبة على متنها شخصين قادمة من إحدى الولايات الغربية. بعد مراقبتها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كيس مخبأ بإحكام داخل تجاويف المحرك. عند فتح الكيس تبين بأنها أقراص مهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغ. مباشرة تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمصلحة البحث والتحري بسيدي بلعباس لمتابعة التحقيق. بعد التعمق في التحقيق ووضع خطة أمنية محكمة تم الإطاحة بجميع أفراد العصابة. العملية مكنت من توقيف 6 أشخاص وحجز 3600 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، 7 هواتف نقالة، مبلغ مالي قدره 100,000 دينار جزائري من عائدات الترويج، وسيارة سياحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. سكوب نيوز بلس، أول منصة رقمية منوعة في الجزائر.